السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله النهاردة هنعمل الزبادي في البيت، واقولك ازاي لو حابة تعمليه لايت من غير دسم تعملي ايه. طبعا انا عندي هنا جبت اول حاجة معايا 2 كيلو لبن، ومعايا كوبايتين زبادي، اي نوع زبادي انت حباه. حابه تحطي زبادي بلدي، حابه تحطي الزبادي اللي هو بتاع الشركات، اي نوع انت بتفضليه ممكن تستخدميه. طبعا اول حاجه معايا هنا جبت 2 كيلو لبن، غليتهم وهم لسه سخنين، يعني سبته لما هدا بس شويه. طبعا غليته كاني هشربه عادي. بتجيب اللبن اللي هو من عند اللبان اللي هو بيبقى في اكياس سايب ده، وبتغليه، تغليه كأنك هتشربيه بالظبط، وبتسيبيه يا دوب بس يهدى بس من السخونية بتاعته كده. هو طبعا دلوقتي سخن معايا، وانا هعمله زي ما هو كده بالدسم بتاعه بكل حاجة، ما خدتش منه اي حاجة. طبعا انتي لو حابة بقى تعمليه، لو حابة تعمليه زبادي من غير دسم، اللي هو اللايت، هتعملي ايه؟ هتغلي اللبن وتحطيه لما يبرد، تحطيه في التلاجة تبيتيه ليلة، وتيجي تاني يوم هتاخدي الوش بتاعه، هيكون عمل الوش بتاعه اللي هو القشطة دي. وبعد كده هتاخدي اللبن تدفيه بقى على النار، تدفيه على النار، وبعد كده هتعملي نفس الخطوات اللي احنا هنعملها. تجيبي الزبادي وتعملي نفس الخطوات اللي هنعملها. طبعا انا عندي هنا الاول افضي الزبادي اللي انا هعمل بيه. طبعا هبتدي افضي الزبادي. طبعا تقدري تعملي اي نوع زبادي انت بتفضليه، الزبادي البلدي، الزبادي بتاع الشركات، ايا كان الزبادي، نوع الزبادي اللي انت عايزه تستخدميه، هي الطريقه واحد والنتيجه بتبقى واحد برضو. طبعا بعد ما فضيت الزبادي معايا هنا كده، هو لكل كيلو لبن علبه زبادي عشان يطلع معاكي بنتيجه مضمونه. طبعا هاخد بس كده شويه لبن احطهم على الزبادي، بحيث ان انا ايه، هدوبهم بس في اللبن الاول عشان ما يطلعش معايا ايه، دوبه بس كويس جدا بالمضرب عشان يدينا نتيجة كريمية كده، زي اللي بنشتريه بالظبط، ما يبقاش مكتل معايا ولا فيه اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده انا دوبت الزبادي. دلوقتي هبتدي بقى ايه، هبتدي انزل على اللبن اللي عندي، الزبادي اللي انا ضربته. زي ما انتم شايفين كده اقلبه بقى كويس جدا علشان تاخدي نتيجة مضمونة وفي اسرع وقت، يعني ما تاخدش وقت معاكي. لازم تعملي اللي يكون اللبن دافي شوية او سخن، يعني سخن بس مش سخن بدرجة الغليان يعني. طبعا بعد ما اتأكدت ان كل الزبادي بتاعي داب في اللبن كويس جدا، هبتدي بقى ايه، اعبي في الكوبايات او الحاجات اللي انا هسوي فيها. طبعا انا عندي هنا اللي هي المكنة دي، مكنة الزبادي دي. طبعا زي ما انتوا عارفين لو عندك المكنة دي تقدري تعبي فيها كده وبتشغليها عادي، وتسيبيها لحد ما تلاقي الزبادي ربط معاكي. ما كانش عندك المكنة بتاعت زبادي دي، هنسوي في اي كوبايات عادية بتاعت الشاي، اي كوباية تتحمل معاكي درجة حرارة هتسوي فيها عادي، مفيش اي مشكلة.
طبعا انا هسوي بالطريقتين، لان انا كده كده المكنه دي ما بتاخدش نفس ما بتاخدش المقدار اللي انا عاملاه، يعني دول 2 كيلو، هي المكنه ما بتاخدش ال 2 كيلو كلهم، فبضطر اسوي في شويه في الكوبايات. هبتدي اعبي في الكوبايات. طبعا بجيب الكوبايات كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هعبي الكوبايات كده، هكمل بقى هعبي الكوبايات كلها وبعد كده ارجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي هبتدي اعبي الكوبايات اللي هي مش بتاعه المكنه، عشان هوريكم هتتسوى ازاي فيها. طبعا اي كوبايات عندك تتحمل درجة الحرارة، او لو عندك الاواني اللي هي الفخارية دي، الفخار، تقدري تعملي فيها كويس جدا، او اي قوالب تحب تسوي فيها الزبادي. دلوقتي انا خلاص عبيت الكوبايات اللي هي بتاعت الجهاز ده بالشكل ده وغطيتها، وجيت عملت هنا. شايفين انا ال2 كيلو عملوا معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها. دي طبعا 8 كوبايات، ودي هنا 2 4 6 6. يعني شوفوا الحجم الكبير ده والحجم الصغير ده مش صغير قوي. شوفوا بسم الله ما شاء الله، يعني من 2 كيلو لبن عملت الكمية دي كلها زبادي. طبعا هنا بقى هنسويه ازاي. انا عندي هنا المكنة دي طبعا هي فيها تدريج من هنا من 1 لحد 12. طبعا انا وصلت لها الكهرباء بتاعتها، وبسيبها بقى كده واغطيها بالغطا بتاعها كده بالشكل ده، واسيبها معايا لحد ما الاقي ايه الزبادي بتاعي ربط معايا كده، وهقول لكم هتاخد وقت قد ايه. وطبعا عندي دولت بقى هكون مولعه الفرن، عندي فرن البوتاجاز اولعه لحد ما يسخن، بس يسخن يبقى دافي كده، وادخل فيه الصينيه كده زي ما هي بالكوبايات دي، اطفيه وادخل فيه الزبادي. ولما الاقي الفرن برد، ابتدي اخرج الزبادي تاني واشغل الفرن لحد ما يسخن. يعني هبتدي اسخن الفرن وادخل فيه الزبادي واسيبه لحد ما يبرد الفرن. الاقي الفرن برد، اخرج الكوبايات دي واولع الفرن لحد ما يسخن، اطفيه وادخل تاني الزبادي لحد ما الاقيه ربط معايا، وان شاء الله النتيجة تبقى مضمونة وتشوفوها معايا بإذن الله. طبعا هنستنى بقى لحد ما نشوف النتيجة واوريها لكم. دلوقتي طبعا بعد ما اخد الوقت الكافي بتاعه معايا، زي ما انتم شايفين اللي اتعمل من غير مكنة ده قعد 3 ساعات، بقى معايا بالمنظر ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا هو لسه ما دخلش التلاجة. وده معايا اخد 6 ساعات. افتح برضو واحدة اوريها لكم. ده طبعا بتاع المكنة. طبعا هو بياخد وقت شوية عن اللي بيبقى معمول كده في الفرن. طبعا هو زي ما انتم شايفين لسه وشه بس اهو. ده كده ده بيقعد 6 ساعات. اما اللي بتعمليه من غير مكنة ده فهو بيقعد 3 ساعات بس، بيكون معاكي بالشكل ده. تبدأي بقى تغطي الكوبايات دي وتحطيه في التلاجة، تحفظيه عندك في التلاجة، هيجمد بقى ويربط معاكي عن كده كمان، وبألف هنا وشفا للي ياكلوه. طبعا جربي تعملي الزبادي في البيت بالطريقة اللي انت شفتيها دي.
طريقة هتعجبك جدا وسهلة جدا، وهتوفري كتير جدا بالنسبة للي بتجيبيه من بره، وحاجة طبعا معمولة في البيت من غير مواد حافظة ولا اي اضافات تانية. انت عارفة ايه المكونات اللي داخلها. وحاولي تعملي لولادك حاجة صحية، وتحاولي كل شيء يتعمل في البيت. طبعا زي ما انتوا شايفين، طبعا الكمية اللي انا عاملاها دي ب2 كيلو لبن، وعملت معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي. طبعا اوفر بكتير لو جيتي تحسبيها، اوفر بكتير من اللي لو جبتيه كده من بره. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.